السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بالف خير وانتم تشوفوا فيديو اليوم ان شاء الله راح نديروا هاد الموتيف تاع الورده اللي نخدموا به. هاد الصدر اللي راكم تشوفوا فيه، هاد الصدر للامانه فقط تيليشارجيته من فيسبوك من الانترنت، ماشي انا خدمته. شفت العديد من الاخوات يتسالوا كيفاش يخدموا هاد الورده. اليوم ان شاء الله جينا نديروها مع بعض. واش راح نسحقوا؟ هاد الورده اللي شفتوها في الصدر مخدومه بخيط الحرير غرونا. استعملوا اللون اللي راكم حابينه. انا حنخدم معكم باللون كوتون بيرلي باش يبان مليح. استعملت كوتون بيرلي وابره رقم 0.6 ولا رقم 4، عفوا رقم 1.6. واذا خدمتوا بخيط الحرير خدموا برقم 0.6. نبداو بسم الله. نديروا عقدة بداية، نديروا 5 سلاسل 5 مايون لير، 1 2 3 4 5، ونغلق بمنزلقة في اول وحدة خدمناها باش نتحصلوا على دائرة. نغلقها بمنزلقة ونرتفع بسلسلتين كأول غرزة حشو، ونعملوا داخل الدائرة 15 غرزة حشو 15 ماي سيغي. 1 2 3. واذا جيناكم الخيط قصوه باش ما يعذبكمش. هكا ندير داخل الفراغ اللي شكلناه 15 غرزة حشو. وردة بزاف سهلة وشابة، وتقدروا ديروا بها صدر يخرج شباب اي لون تحبوه بخيط الحرير على 2. هكا نكمل 15. بعد ما كملنا نغلقوا بمنزلقة في السلسلة الثانية اللي ارتفعنا بها كأول غرزة حشو، ونرتفعوا سلسلتين ونديروا 3 سلاسل اللي بين غرزة حشو وغرزة حشو، ونخلو سلسلتين ونروحوا للسلسلة الثالثة نديروا فيها غرزة حشو. بعدها نديروا 3 سلاسل ونخلو سلسلتين من تحت 2 غرزة حشو، ونروحوا للغرزة الثالثة نديروا غرزة حشو. نديروا 3 سلاسل نترك سلسلتين يعني 2 غرزة حشو، ونروح للثالثة ندير فيها غرزة حشو. هكا حتى نكمل الدائرة تاعنا نتحصلوا على 5 سلاسل. دوكا راح نخدموا فوق هاد السلاسل البيتيلات. نديروا غرزة حشو، عمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، العمود الخامس، ونديروا غرزة حشو. هكذا راح نكملوا الخمس بيتيلات الفراغات كامل هكا نخدموا فوقهم. نديروا غرزة حشو، العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، العمود الخامس، ونديروا غرزة حشو. هكا تشكلنا على 2 بيتيلات. نكملوا 3 بيتيلات اللي قعدولنا هكا. بعد ما تحصلنا على 5 بيتيلات نروح لأول غرزة حشو درناها نديروا فيها منزلقة. نقلب الوردة تاعنا وندخلوا في السلسلة هذه في العمود هذا، ونديروا غرزة منزلقة هكذا كيما شفتوا في هذوك الأعمدة اللي بين البيتيلات. دوك راح نخدم سلاسل بصح من الوراء باش نخدموا البيتيلات اللي فوقها. هكا من الوراء نديروا سلاسل 1 2 3 4 5، ونجي فارغ العمود هذا اللي درنا فيه كيما المرة اللي فاتت
هنايا ندير منزلقة مايكولي، ونزيد الخمسة بتيلات كامل اللي عندي، ندير 5 سلاسل، وفوق العمود ندير منزلقة من وراء الوردة هكا. هنايا ندير منزلقة. بزاف سهله، ركزوا برك وشوفوا طبقوا الخطوات، اكيد راح تنجحوا فيها ان شاء الله كيما العاده، وتفرحوني تقولوا لي نجحنا فيها. هكا نزيد 5 سلاسل، هادو راح نخدموا فوقهم بيتيلات، ونديروا منزلقه هكذا. درنا 3 مازالنا 2، واحد 2 راح نكملهم. بعد ما كملتهم نغلقوا في اول سلسله درناها هنايا منزلقه، ونقلبوا العمل. رانا من الوراء تحصلنا على 5 فراغات، 5 اقواس، راح نخدموا منا مور كل بيتيلا موراها عندها قوس، راح نخدموا موراها. كيما شفتوا في الوردة راح نديروا الطبقة الثانية، نخدموا فوق القوس كيما خدمنا من قبل، نديروا غرزة حشو، ومن بعد العمود الاول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، العمود الخامس، العمود السادس، العمود السابع، وبعدها غرزة حشو. كي يكونوا نعملون نطويو هذيك البيتيلا باش تجينا سهله، ونعاودو نرجعوها ونزيدو نطويو لي موراها ونخدمو نفس الشيء، نديرو غرزة حشو و7 اعمدة وغرزة حشو هكذا. ديروا 7 اعمدة، كنتو طلبتوا مني ندير لكم صدور كروشي، اليوم راني جيت ندير لكم، ان شاء الله تطبقوه وتفرحوا به. هكا كي نكمل ندير غرزة حشو ونعاود نرجع البيتيلا ونكمل 3 بيتيلات اللي قعدوا لي هكا. غرزة حشو، العمود الاول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، العمود الخامس، والعمود السادس والسابع، وموراها غرزة حشو. ان شاء الله يا ربي تكونوا فهمتوه والصورة راهي واضحة. هكا درنا 3 بيتيلات، قعدوا لنا 2 بيتيلاتين، غرزة حشو، 7 اعمدة غرزة حشو، العمود الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، والعمود الاخير السابع، وغرزة حشو. قعد لي بيتيلا واحدة راح ندير فيها كيما عملنا غرزة حشو، 7 اعمدة وغرزة حشو، العمود الاول، ثاني، ثالث، الرابع، الخامس، السادس، وغرزة سابع وغرزة حشو. هكا رانا درنا طبقتين، وندير منزلقة في اول غرزة حشو درناها كما درنا في الطبقة الاولى هكذا، تحصلنا على طبقتين. نقلب العمل
وندير منزلقة في العمود هذا كما المرة اللي فاتت هنايا باش نبداو نخدمو سلاسل اللي راح نخدمو فوقهم البيتيلات. نفس الطريقة برك يتبدل الحساب تاع السلاسل والأعمدة. دوكا نبداو نديرو السلاسل. نسقمو الخيط، نبداو 1 2 3 4 5 6 وندير منزلقة في الفراغ هذا. رانا نخدمو من الجهة التحتانية ماشي الجهة الفوقانية، من الوراء نديرو تاني 6 سلاسل ونديرو منزلقة في العمود 6 سلاسل 1 2 3 4 5 6 ونديرو في العمود اللي موراه منزلقة. جاب لي ربي يبانت لكم الطريقة كيفاش. في كل طبقة نزيد سلاسل ونخدم فوقهم الأعمدة، ندير منزلقة نزيد نكملو 6 سلاسل 2 3 4 5 6 ونغلق بمنزلقة في أول سلسلة درناها دينا بها كما في السطر اللي فات هكا. دير منزلقة وراح نقلب الوردة ونخدم فوق الأقواس. تحصلنا على 5 أقواس. راح ندير فوق القوس الأول حاشو وبعدها عمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، العمود الخامس، العمود السادس، العمود السابع، العمود الثامن، العمود التاسع والعمود العاشر. ونديرو غرزة حشو هكا. درنا غرزة حشو 10 أعمدة غرزة حشو وراح ننتقل القوس اللي موراه ندير نفس الشيء غرزة حشو 10 أعمدة بلفة وغرزة حشو. الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع والعاشر. وبعدها نعمل غرزة حشو. عملنا 2 بيتيلات، راح نكمل 3 بيتيلات بنفس الطريقة غرزة حشو هكا و10 أعمدة بلفة وغرزة حشو. بزاف سهلة ان شاء الله تطبقوها. كما قلت لكم اذا خدمتوها بخيط الحرير خدموها على 2 خيط الحرير على 2. كمل البيتيلات اللي قعدوا لي. راني نزرب لكم التصويره باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف. هكذا راني في الاخير قريب نكمل الاعمده تاعي. كي نكمل ندير غرزة حشو وندير منزلقة في اول غرزة حشو عملناها هنايا باش نغلق السطر تاعنا.
درنا 3 طبقات، مازالت لنا طبقة واحدة. الا حبيتو تزيدو اكثر من 4 زيدو. ننتقلوا نقلبوا الوردة ونديروا منزلقة كما درنا مقبل. راكم والفتوا الطريقة فهمتوها ان شاء الله. نديروا سلاسل 3 4 5 6 7 ونديروا منزلقة في العمود اللي بين بيتيلا وبيتيلا من الوراء، منزلقة و7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 ومنزلقة في العمود اللي بعده. راني نشرح لكم بالتفصيل خطوة خطوة باش تسهلكم تطبقوها المبتدئات. هكذا 7 سلاسل. الصف اللي قبله درنا 6، هاد المرة 7. كل ما نزيدو نرتفعو كل ما نزيدو في عدد السلاسل وعدد الأعمدة طبعا. هكذا راني كملت ال5 بيتيلات تاعنا. راح نخدمو فوق البيتيلات، فوق السلاسل عفوا، قلت لكم بيتيلات. ندير غرزة حشو، العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، العمود الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر، 11 والعمود الأخير اللي هو 12. وبعدها نعمل غرزة حشو ونكرر نفس الطريقة، غرزة حشو 12 عمود بلفة وغرزة حشو. العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر، 11 11 12 وغرزة حشو. بزاف سهلة. هكا كونوا خدمنا 2 بيتيلات، راح نكملوا 3 بيتيلات اللي قعدولنا بنفس الطريقة. بعد ما نكملوا نغلقوا بمنزلقة في اول غرزة حشو اللي عملناها كيما العادة، وندير سلسلة ونقطع الخيط ونخفيه كيما شفتوا. بزاف سهلة، تبعوا نفس الخطوات تنجحوا فيها. نخفيو الخيط مور البيتيلات كيما تحبوا تخفوا بالكروشيه، تحبوا بإبرة كيما تحبوا. اذا خفيتوه بإبرة خلوه طويل شوية باش تقدروا تركبوا الإبرة وتدخلوها. ديروا الطريقة اللي تناسبكم، المهم يكون شغلنا نظيف. هكذا ونقص الزائد ونكونوا تحصلنا على الوردة. تحبوا ديروا عقاش اللي تحبوه على حسب اللون اللي درتوه. الابيض اذا درتوه في الكغونة يخرج معه الابيض. سقموا الوردة تاعكم وديروا لها عقاش بين وردة ووردة كيما شفتوا في الصورة. هما داروا عقاش، تقدروا ديروه بخيط سبيب اللي ما يبانش، الخيط الشفاف. تركبوا العقاش وتخيطوه عادي. هكا ديروا عقاشة خيطوها بخيط سبيب. ان شاء الله يا ربي تكونوا فهمتوا الطريقة، تطبقوها، تشاركوا الفيديو مع اصدقائكم باش تعمل فائدة. واذا عجبكم الفيديو متنسوش تخلوا لي جيم وارائكم في تعليق باش تشجعوني على تقديم المزيد وعائلتنا تكبر ونستفادوا اكثر مع بعضنا. ونشوفكم فيديو الجاي ان شاء الله. سلام.